اذا فاتتك حاجه في الويكاند انت في البلاصه الصحيحه باش تعرف شنو صار. نحكيو على الجوله الاولى في البطوله التونسيه، رغم اللي ما فماش برشا حاجات تحكي، نعملوا دوره على البطولات الاوروبيه الكبيره ونشوفوا شنو صار فيها. واذا انت تتفرج في البريمير ليج وتتبع بالكدا وتلعب فانتزي، هذايا الكود نتاع الليج نتاعنا. اذا ما دخلتش ادخل من تو، تنسيش تعمل فولو زيدا اذا تتفرج فيا اول مره. ويلا خلينا نبداو الفيديو. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من الملاعبي. خلينا نبداو نحكيو كما قلت لكم بالبطوله التونسيه اللي ما فماش برشا كوره تحكيها، اما كالعاده الحكايات اللي دايرين بالكوره ما يوفيوش. نجم تحكي من هنا لين تبدا السيزون الجايه. باهي للي ما يعرفنيش واللي يتفرج فيا اول مره، بعد ما تعمل فولو خلينا نحكي لك حكايه صغيره. انا اليوم نهار 3 25 اوت، سلام ولدكم مبروك، نتصور في سخانه ما نعرفش قداش توصل 45 ولا ما نعرفش، في بيت مسكره، في ضوء من هنا ضوء من هنا، بيسي بحذايا، الله اعلم قداش توصل السخانه. اما باللي باش يكون ما نتصورش باش توصل قد اللي وصلت نهار السبت ولا حد في التيرانات الكل اللي تلعبت فيها ماتشات تونس. والمعهد الوطني للرصد الجوي هبط بلاه، قال انه راهو نهار السبت ولا حد سخانه باش تكون ما بين 40 و 46 مع ظهور الشهيلي. يعني طقس مش تكوره، طقس مش انت تخرج من دارك. اما اللي حط الماتشات في الوقت هذاك ما يهموش، برا تلعب الماتش في عز اوت في طقس كيما هذاك الاربعة ونص تاع القايله مش تاع العشيه، ما يهمنيش عادي. المشكله بخلاف اني ظروف ماهيش كوره، احنا نوليو ما عادش نجموا نطالبوا الجوارات بالكوره، ما عادش نجموا نطالبوا جوارات مثلا تلعب في تيران معناها كيما تيران متلوي مثلا، وكيما السخانه اللي نصورها في المتلوي نهار الحد. ما نتصورش انا عندي الحق كما تفرج باش نطلب من جوار سواء من المتلوي سواء من الكلوب سواء من الترجي سواء من المرسى سواء من بنزرت اي جمعيه في تونس نجمش هو يلعب في طقس كيما هذايا باش نطلب منه كوره، باش نطلب منه فرجه. وبعد احنا نوليو ما عادش نستغربوا انه ما فماش كوره في تونس، انه ما فماش كوره في بطولتنا، انه ماناش نتفرجوا في كوره. باهي خلينا نحكي لكم على ماتشات نهار الحد وتجربتي الشخصيه انا كمشاهد. انا كلوبيستي حطيت نهار الحد ماتش الافريقي والمتلوي، ما نكذبش عليكم تفرجت في الميطان الاول وقسما بالله نحس بالنفس بدا هكا 45 دقيقة وانا معناها الحمد لله قاعد في الكليماتيزور. قسما بالله تعذبت نفسانيا. شو الساعة تدخل انت تحل التلفزة الوطنية يحطوا لك الكاميرا على الماتش، تلقى الدنيا كل يجري، الدنيا دوري غاطة ودنيا مصحبة معناها غادي، ونتصور الكل نعرفوا كيفاش يكون الطقس معناها في الولايات اللي في الجنوب، يكون نتصور اسخن من برشا ولايات اخرين. هكا نعرف من اللي انا صغير معناها ربي يكون معاهم وربي يكون معانا ومع العباد الكل في سخانة وربي برد علينا بلطف. المهم تحل تلقى التلفزة جري، تلقى التيران زاد جري، طرطون في سخانة 45 ولا 46 ولا قديه، راك كأنك تلعب على الجمر، عرفت كأنك كالنار هذاك في الافلام في الافريق هذوك ما بداو يمشيو عليه. تغزر هكايا كي تغزلوا الغازون، كنا نكوروا الطرطون، كنا نكوروا قبل في نسكن هنا في تيران طرطون في عز الشمس، قسما بالله طبس هكايا. ترى عرفت كي تبدا تغزل الغاز يبدا يخدمك النار الزرقاء والحمراء، تبدا تغزل فوقهم هكايا شويه، تحس الدنيا هكا، عرفت تحس الدنيا تذوب قاعده. ادي ساقين الجوارات راهم هكاكا في الماتش. نرجع لك انا تفرجت حطيت ماتش الكلوب والمتلوي، بما اني انا نحب الكلوب خليني سبقتك بالكلام، انا نحب السيتي زاد. فرجت في ماتش السيتي ما ساعتي ماتش السيتي احنا عندنا بين سبور في الدار، مش بلي بي تي في نفرجوا معناها كاليتي باهيه. علاش قلت لك عندنا بين سبور؟ قلت لك عندنا كاليتي باهيه معناها ترى الغازون ترى اخضر، ترى مش كيما في لي بي تي في، ترى تصويرها جديد، ترى تسمع المعلق، تسمع الجمهور، ترى التيران، ترى الكوره، رغم اللي ماتش يتسمى فهمت ماتش مش ماتش كبير مش زوز ايكيبات، ماتش الاول في البطوله عادي. اما بعد تعمل صدمه حضاريه، حط الوطنيه الثانيه تجيك صدمه حضاريه، صدمه عينيك ساعه يلاقيو ويوليو، عينيك يصير لهم بروبليم بيجيو قسما بالله. خليت بانين صدمه انت فين كنت انا فاش كنت نتفرج وتوا انا فاش باش نتفرج. وندمت يعني الميطان الاول كملته بشق الانفس جوريت اكيد مش بشق الانفس برك، جوريت ما عادش يتنفسوا في اخر الميطان. اي ما كملتكمش، التيران جري، التصوير الكل جري، الكوره جري، هي كوره بيضه كانت اما بالكحل هذا كان تصور وليت جري وبالشوطان وبالضربان وباللي هو ماريو الكلوب جري، ماريو الكلوب اللي يلزموا فيديو وحده، ماريو الكلوب الجري هذا يلزموا فيديو وحده. المهم وفي الميطان الاول الحمد لله، وفي الميطان الاول قلت يشرف انا تو باش نقعد باش نقعد نضر في عينيا ونضر في روحي في السخانه. فما في الجهه الاخرى من الكوكب، في الكوكب الاخر ومش في الجهه الاخرى من الكوكب، هما في كوكب واحنا في كوكب، فما ماتش في انجلترا بين ليفربول ونيوكاسل.
هو ماتش كلوب بدا مأخر شويه وزوز بداو ل4:30 فهمت. ماتش كلوب ل4 و7 خارج هكاك. انا ميطان الكلوب باش يبدا بعد ليفربول. ميطان ثاني نتاع ليفربول بدا حطيت ما عادش باش ندور وبزهري معناها نيوكاسل كملت الماتش الميطان الاول 1-0 رابحه. ليفربول دقيقه 55 عدلت. نيوكاسل في الدقيقه 57 مركز ثاني. قلت انا شنو نعذب في روحي لوي خلينا نخلي هذا. قعدت حاسيله بعد في الميطان الثاني قعدت ندور ما بين ماتش ترجي وليتوال ماتش سي بي والمرسى حتى يزيد نتفرج شويه وماتش كلوب بالطبيعه وساعات هكا نعمل تدويره للعالم الاخر ماتش ليفربول ونيوكاسل. كي شفتوا فيديوهات جمهور الترجي في رادس نصور جمهور سي بي كيف جمهور متلوي قبل بنهار جمهور ستاد وصفاقس سقيت الداير المستير جريس كل نصور يعانيوا من نفس الموضوع. الكل نتصور يسبوا في النهار اللي حبوا فيه الكوره معناها. المهم في الجوله الكل احلى ماتش المفروض ما تفرجتش في 90 دقيقه مي احلى ماتش نتصور حسب الريزولتا حسب كيفاش مشى الماتش هو ماتش ترجي ليتوال بالطبيعه 3-2. ترجي كانت رابحه 1-0 ليتوال قلبت 2-1. ترجي بعد تقلب 3-2 وتربح الماتش. ما فماش ما ذكرش برشا ماتشات في البطوله صارت هكا انه ريزولتا اكثر من مره تتقلب عند كل مرة عندي كيب رغم اللي فما برشا اغلاط مزوز كيبات رغم اللي برشا فما اغلاط في البونتوات اما في بطولتنا معناها ماتش 3-2 بالسيناريو هذا بالنسبه لنا كلاسيكو معناها بأتم معنى الكلمه. نرجعوا زاده ماتشات نهار السبت اللي كيف تبدل شيء تلعبت في نفس السخانه في نفس الظروف القاسيه. اقوى ماتش فيهم واحد من اقوى الماتشات في الجوله اكيد هو CSS وستاد تلعب في باردو وفي 1-1. حمام سوسه اللي يرجع للدرجه الاولى كان تعادل مع الاتحاد المونستيري 0-0 والتقدم الرياضي بسقيت الداير اللي كيف كان واحد من المصاعدين للرابطه الاولى يحقق اول انتصار ليه انتصار تاريخي ضد شبيبة العمران 2-0. الماتش اللي نفسه تلعب في ربع نهائي كأس تونس عمناول كانوا فيه بلانتيات بجوز الجمعيات. ما عادش نجم نحكي على تونس اكثر من هكا وما عادش فما ما يتحكي اصلا. باهي نمشيو لاوروبا في الليغا نبداو بالبريمير ليج وبعد نحكيو على بدايه الريال والبرسا في الليغا. قبل ما نبداو نحكيو فما جمله قالها اربيلوا انترينور فولهام بعد ماتش فولهام وتشيلسي البارح. كلمه الحقيقه عجبتني برشا وراها اني صحيحه وفي بلاصتها. مدرب فولهام قال انه فرجت في ماتشات البريمير ليج الكل وما فما حتى فريق حاضر منهم فولهام بالطبيعه. هو اجابته اصلا انه هل فريقك مازال ماهوش حاضر 100% للبطوله وهذه حاجه طبيعيه ومتوقعه بعد كاس العالم 2026. ما تنسيش انه تقريبا من 2023 ما فما حتى صيف كان فارغ وما فيش بطوله قاريه. يعني الجوارات توفى السيزون يرتاحوا ايامات ولا يمشيوا حتى طول المعسكر بتاع منتخباتهم يلعبوا البطوله باش يلعبوها مع بلادهم وبعد ياخذوا ايامات ويرجعوا يحضروا للسيزون جديده. في انجلترا السيزون بدات بماتش ارسنال وكوفنتري سيتي في الامارات 3-0 من غير حتى مقدمات من ارسنال 3-0 مع الرأفة. بكل بساطه بكل سهوله البطل البريمير ليج اللي تقريب في اخر السيزون باش نعاودوا نقولوها له. شوف تشكيله ارسنال وتشوف الجوارات اللي غايبه ولا اللي في البنك معناها عادي تنحي جوار من اللي يلعبوا وتهبط جوار منهم وماكش باش تحس بفرق كبير وماكش باش تحس بفرق اصلا. شفناه حتى في الماتش هذا. اليوم انت عندك بين وايت ريدروا وموسكيرا بعد جبريل في اللاكس اللي هو في الحالات العاديه وفي جاهزيه جوارات الكل باش يكون تمبر اللي على اليمين وصليبها اكيد في اللاكس مع جبريل. رغم ذاك فما حتى فرق بالعكس. اليوم في فلاش سكور مثلا تلقى بين وايت هو احسن جوار في الماتش. تمشي للوسط وتشوف الرفاهيه اللي عايشه فيها ارسنال ورفاهيه مستحقه بعد اعوام من الخدمه. في الوسط عندك برونو جيماريش مضروب عندك زوبي مندي اللي عمناول كان اساسي عندك زيدا ميرينو اللي هو في الاصل متوسط ميدان. اما ارتيتا يلعب لويس كيلي اللي لعب عمناول برشا مرات في الوسط وحتى كي كان يلعب ريرغوش كان يدخل للوسط وما تلقى حتى فرق في مستوى ليكيب. وهذا كما قلت لكم خدمه نتاع اعوام او نتيجه خدمه نتاع اعوام. نتيجه بدات تظهر وما زالت باش تزيد تظهر في العوام الجايه. الحاجه هذه تخوف ايكيبات البريمير ليج خاصه الايكيبات اللي المفروض باش ينافسوا ارسنال واللي باش نجيو ونحكيو عليهم بالوحده. ما زلنا في اول جوله اكيد نعرف واعي انه اول جوله متعبر على حتى شيء سواء ربحت او حتى خسرت. اما فما حاجات في الكوره تظهر وارسنال ظاهره اني بعيده برشا على اي كيب اخرى في البريمير ليج. ارسنال في كفه و19 فريق الاخر في انجلترا في كفه اخرى. نمشيو للماتش الثاني اللي تلعب بين مانشستر يونايتد وهال سيتي واليونايتد يخسر 2-0 ضد واحد من الاكيبات الصاعده للبريمير ليج. اليونايتد اللي تقريبا تحس انه اللي يصير كل عام باش يصير السنه
ما فما حتى شيء يتبدل، وهذه حاجه ما تطمنش اكيد جمهور اليونايتد. اما انا كواحد نحب السيتي تشيخني في راسي. المهم اليونايتد كان فريق عاجز ضد هالسيتي، عاجز هجوميا وضعيف برشا دفاعيا مع برشا اغلاط ريناها في الماتش، برشا اغلاط من الجوارات وفما حتى اغلاط من مايكل كاريك مدرب الفريق، وشفنا هذايا حتى في بونتوات هالسيتي. يمكن خاطر مازال فما جوارات مازالت ماهيش حاضره كيما في الديفونس مثلا، انا يزيكم من اسامي كيما لوك شو كيما ماغواير، ما عندك وين تمشي بهم. الباقي اليونايتد مع صفقه باليبا مع تيلمانس واندري سانتوس لازم نقولوا ان وصل اليونايتد تحسن شويه، اما الدفاع يقعد مشكله كبيره في اليونايتد، شفناه في ماتش هالسيتي، واذا باش تقعد كما هي باش نراوه اكيد في الماتشات الجايه. نمشيو الماتشات نهار لحد في البريمير ليج ونحكيو على زوج جمعيات اللي بدلوا زوج مدربيهم، ليفربول والسيتي. وخلينا نبداو بماتش مانشستر سيتي وبورنموث. انتصار في الدقائق الاخرى ضد بورنموث الحقيقه ما يبشرش وما يفرحش، خاصه المستوى اللي شفنا به السيتي. اما فما حاجه من وقتها وانا نخمم فيها، معناها بخلاف الريزلتا، بخلاف الربح، بخلاف النيفو اللي ما يطمنش، فما حاجه نخمم فيها يا اخي. المدربين نتاع الكوره معناها الكل يا اخي ليه الدرجه يراو في رواحهم عباقرة يا اخي. احنا ليه الدرجه معناها احنا نعرف مشاهدين بسطاء على رواحنا ورا التلفزه، اما ليه الدرجه ما نفهموش احنا كوره، ولا هما معناها بالرسم يراو حاجات احنا ما نراوهمش، وما يراو حاجات احنا ما نراوهمش. اما قداش الحاجات هذيا معناها لهالدرجه. انزو ماريسكا اللي بتفدليكا قالوا يشبه لجوارديولا، نفس الصلع نفس اللحيه، للصدفه نفس الكوستيم اليوم في اول ماتش. ديما نعرف راو مازال اول ماتش لماريسكا، مازال اول ماتش في البطوله، فما برشا جوارات خرجت، فما برشا جوارات جات ومازالت باش تجي، اما فما حاجات ظاهرين، فما حاجات واضحين. جي انت تحل تشكيله السيتي في الماتش هذايا صدقني باش تصدم. ساعه باش ترى 6 ديفونسورات، ونيكو اوريلي نحسبوه ديفونسور على خاطر عمناول 90% من الماتشات نتاعو لعب برير جوش. يبدا الماتش وقسما بالله راه مارجيه في الوسط ما هو خرج يودي تصدم. باش يعمل غادي عدى الوقت قلت يا اخي مارجيه يلعب بيفو، ما فما حتى تفسير اخر. يا ليتو هو اللي قدام الاكسيالات اللي باش يخرج الكوره، ولا اللي اخر ميليو باش يفك الكوره باش يقص الكونتر اتاك. مارجيه هو اللي مقدم واندرسون هو اللي مؤخر، اليوت اندرسون هو اللي مؤخر، هو اللي يقولوا 6 ومارجيه يلعب 8 ونيكو اوريلي 10. عليه يا ماريسكا عليه. انا قسما بالله ريت تشكيله، ريت في بليش معناها باش تكون هكاك اللعبه، وقفه الجولات باش تكون هكاك. اما ريت تشكيله، ريت الوسط قالوا نورمالمون اندرسون ريكو لويس ونيكو اوريلي، على اساس خوسانوف يلعب برير دروا، روبن دياز وجيهي وغوارديول في الديفونس، معناها دياز وجيهي اكسيالات وغوارديول ارير جوش. على اساس هكاك بدا الماتش يلقى مارجيه يلعب بيفو، خاطرك اصلع وعندك لحيه ولبس كوستيم وتريني في السيتي، معناها ما فهمتش حاجات هكايا بسيطه قبل ما نتعداو للماتش اللي بعده. به مارجيه احسن اكسيال في السيتي يلعب سقيف، اكثر اكسيال في السيتي يعطيك باس يكسر بها ليليني، وهذه ريناها في ال6 شهور اللي لعب فيها في السيتي عمناوي. اما اخروا هكاكا اكسيال تستعملوا مريكل، اخروا هكاكا مش بيفو. عندك انت حتى في الماتش هذاك ماك مغروم بكوفاسيتش، هبط كوفاسيتش، خليت اليوت اندرسون يلعب 6 يلعب بيفو، ودخلت وخرت اوريلي ولا يلعب 8 ودخلت ريان شرقي يلعب 10. سهله الحياه سهله. ريان شرقي اللي بصراحه ما يلزموش يقعد في البنك، الجوار توه قبل ما تصير صفقات الله اعلم شكونش يجي، اما تو الجوار الوحيد في السيتي في وسط السيتي اللي تنجم تهبطه وتستنى منه حاجه، اللي يجم يحرك لك اللعبه، اللي يجم يصنع لك الفرص، اللي يجم يدريبل اللي سنتراج باهي، يعطيك باس كيما نتاع البونتو الثاني، حاجات كيما هكاكا ما فما حتى مليون في السيتي يجم يعملها. طبيعة فودين ما نحكيوش عليه من 2024 وهو يسك في النور. حاجة ثانية هما زوج جوارات غلبوا عليه، روبن دياز وريكو لويس. روبن دياز كنت الكابيتين او مش كنت الكابيتين، كنت احسن اكسيال في السيتي في العوام الاخرى. من اللي جيت بالنسبة لي انت احسن اكسيال في السيتي. بالطبيعة ما نحكيش على عمناول وتعمناول، نحكي على الاقل الاربع سنين متاع البريمير ليج. به الاربع سنين اللي السيتي هزت فيهم بريمير ليج كنت احسن اكسيال. ما خويا راك معناها شنو صار؟ قداش من باس؟ 17 باس غالطة من 125 تقريبا. فهمت الساعة كيفاش لعب 125 باس، اما 17 باس غالطة. واذا تشوف الباسات هذوك ما شنو مشاو باش تلقاهم
17 تلقى 10 مشاو فرص كونتر السيتي. ريكو لويس ما نسحقوش نحكيو عليه. ريكو لويس طلب شخصي من انزو ماريسكا انه ريكو لويس ما عادش يشم وما عادش يهبط للكازون. حاجه ثالثه فيسا كي سيمينيو تنجم تشوط. هذوما قلتهم في ستوريات انا ملي في انستغرام بعد الماتش. سيمينيو تنجم تشوط، تنجم تسنتر، اضعف الايمات، تنجم تلعب باس. خويا الكوره ماهيش دريبل كاو. ذكرتني بحبيب الله لا شادي علي الواحد، فهمت؟ ذكرتني بواحد اللي يجري هكايا، فهمت؟ يبداو هكايا يدريبل يرجع يرجع. خويا سيء عليه في الماتشات نتاع البريباراسيون، ماتشات الوديه نتاع البريباراسيون كنت احسن جوار في السيتي. لعبت على اليسار كنت احسن جوار في السيتي. لعبت على اليسار كنت احسن جوار في السيتي في الماتشات الوديه. جاي ماتش كوميونتي شيلد حتى سي انزو ماريسكا على اليمين قلت سيمينيو لعب بالكدا في الماتشات الوديه، ما لعب على اليسار برا ما يسالش. جاي ماتش بورموث تضرب دوكو قلت سيمينيو يلعب على اليسار. شراو سيمينيو نتاع البريباراسيون يا اخي. ما حاجه الرابعه والاخرى السيتي ناف طولت شويه نحب السيتي الغالب. ماريسكا جريليش رانا في 2026 معناها ما فما حتى تفسير انه انت خاسر في كونتر ارسنال تهبطوا نص ساعه تقريبا، مش نص ساعه، ميطون ذكرت ميطون جوريت مازال داخله هو يربط في شعره في الواقف يدخل في الميطون. خاسر كونتر بورموث زيد تهبطوا. انا جريليش في 2026 هو منعش الورقه الرابحه متاعك. اما ديما نقول انه مازال الماتش الاول ماريسكا مع السيتي، مازال الماتش الاول للسيتي في البطوله. حتى السيتي في العوام الاخر حتى مع غوارديولا كانت في اغلب العوام البدايه ما تكونش هي تشكيله السيتي، مازالت ماهيش ظاهره. حتى الجوارات ولا الاسامي اللي باش تبدا بهم السيتي في السيزون، قائمه الجوارات مازالت ماهيش ظاهره. مازال فما خروج ودخول نتاع الجوارات، مازال فما صفقات ما تحسمتش. اهمهم بالطبيعه وابرزهم هو انزو فرنانديز اللي اليوم 3 نهار المولد قلت لكم اليوم 3 بعد ماتش تشيلسي مع تشيلسي لعبت البارح. نورمالمون قالوا فابريزو رومانو قال انه انزو قال يس تو مانشستر سيتي. وما زالت الحكايه معناها بين السيتي وتشيلسي على قيمه الصفقه. اكيد تشيلسي باش تحاول تاخذ او باش تحاول تخرج انزو اكبر مبلغ تنجم تحصله من السيتي. اكيد ليفربول كيف اول ماتش الاراوله في البريمير ليج مع ليفربول كان انترينور بورموث. ليكيب مازال عندها برشا نقائص خاصه القدام على جناب. ليفربول ضد نيوكاسل شو ماتش ضد كيب صعيبه في تيران صعيب في الجوله الاولى وبالظروف تاع ليفربول ولا معناها مش بالظروف معناها اكيد ميركاتو ليفربول مازال ما وفاش. اكيد من هنا لاخر الجمعه لاخر ميركاتو باش يكون فما صفقات على الاقل صفقه على الاقل لين تصور باش يجي ليفربول. فبالحاجات هذيا تعمل نول مع نيوكاسل وانت كنت خاسر مرتين وتعدل تصور حاجه باهيه كبدايه سيزون كاول جوله حاجه ما تخيبش. اخر ماتش في البريمير ليج تلعب نهار الاثنين كان بين تشيلسي اللي الاول مره مع تشابي الونسو ضد فولهام اللي كيف اول ماتش للفريق مع اربيلوا. واذا نسمي لكم زوز اسامي هذوما الونسو اربيلوا اكيد جمهور الريال يتذكر الكوارث الدفاعيه اللي كانت في ديفونس الريال عمناوي واللي شفناها في الماتش هذا. زوز ايكيبات الونسو كان بدا ب 3-4-3 كما لعب في تقريبا الوديات الكل. اما بخلاف الثلاثه اللي القدام واللي هما ظاهرين ماهمش باش يتمسوا وباش يبدا بهم السيزون وباش يلعبوا على طول السيزون اللي هما بالمر وروجرز وجواو بيدرو. وحسب رايي هما الثلاثه اللي باش يتحكموا في سيزون تاع تشيلسي. الثلاثه اسامي مع بعضهم من احسن التركيبات الهجوميه اللي موجوده في البريمير ليج، والثلاثه مع بعضهم مع ماشيين السيزون ومع توالي المباريات كما يقولوا باش يكونوا تريو مرعب لاي كيب تلعب ضد تشيلسي. اما باش تقعد مشكله الديفونس بالنسبه لتشابي الونسو وحتى في الوسط اللافيا باش يكون موجود مع كايسيدو اللي اكيد وقت يكون حاضر هو باش يكون اساسي، ولا باش يكون ريسي جيمس كما لعب اليوم بحث لافيا، والا انزو فرنانديز ماهوش خارج وهو باش يكون موجود مع كايسيدو. في اسبانيا الريال والبارسا بداوا البطوله كما يلزم. هو صحيح البارسا ربحت 5-0 والريال ربحت 2-1 كهو وبونتو في الدقائق الاخرى. اما زوز ايكيبات كما اي زوز ايكيبات في الدنيا مازالت تترودش. جوارات مازالت ماهيش حاضره 100% وجوارات مازلنا ما ريناهاش ومازالت ما لعبتش بالكدا وبرشا حاجات اخرى. ديما اهم حاجه في اول السيزون وخاصه في اول جوله انك تربح الماتش. طريقه اللعب والشكل نتاع الكيب مع الوقت ومع توالي الماتشات يبدا يظهر بالكدا. اما اهم حاجه واهم لقطه صارت في الليغا في الجوله هذيا هي اللقطه اللي خرج فيها الفاريز بعد ماتش اتلتيكو مدريد وحده من التيران وقت اللي اصحابه يحييو
في جمهوره. الفاريز الملف اللي باش يقعد محلول حتى لاخر نهار في الميركاتو ما بين ارسنال بين برشلونه وما بين اتلتيكو مدريد بالطبيعه. هذا ملخص شنو صار في بطوله تونس وفي البريمير ليج وفي الدوري الاسباني اللي متاكد اكثر زوز بطولات تتفرجوا فيهم. ان شاء الله يكون عجبكم فيديو. ما تنساش تعمل فولو، ما تنساش تعمل لايك، تعمل كومنتير اذا تحب تقول لي حاجه. اللي يلعب فانتزي ما ينساش باش يدخل للليج نتاعنا وهذا الكود، ونتقابلوا في الفيديو الجاي.